يا صباح الحب، صباح الرضا، صباح الطاقة الإيجابية، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد وروتين جديد، والنهاردة بقى عندنا فيديو حلو جدا ومحفز ومشجع. يلا بينا بقى يا أحلى إخوات وأحلى أمهات وكل الناس اللي بتتابعني من جوه مصر ومن برا مصر ومن جميع أنحاء العالم. بحبكم يا أحلى إخوات في الدنيا. فيديو جديد النهاردة، عايزة اقول لكم وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات، واهلا بالناس الجديدة اللي نورتني وشرفتوني وكمان على راسي من فوق. وفي بداية الفيديو كده حابة اقول لكم تنسوش تحطوا لايك، ولو انت بقى جديدة ومعدية كده على الفيديو وعجبك وعجبت قناتي، خشي كده قلبي واتفرجي على الفيديوهات، هيشجعوكي ويحفزوكي وهتعجبك. اتمنى انك تشتركي في القناة، واهم حاجة انك تفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار من قناتي كل ما انزل فيديو جديد. تنسوش بقى تحطوا اللايك، ويسعدني ان اصبح عليكم. ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم ليا. في بداية الفيديو كده دخلنا طبعا على البلكونة على طول، لمينا بقى غسلنا وظبطنا حالنا كده، وفطرت بقى وهظبط حالي كده، وهبتدي بقى البس وانزل السوق نجيب كده شوية خضار من السوق، وهنشوفه مع بعض جبنا ايه وعملنا ايه، وهنعمل النهاردة حاجة حلوة جدا. خليكوا معايا وكملوا الفيديو، هيعجبكم او هتتبسطوا بيه وهتستفادوا منه كتير. هنا الفيديو كده في اول الفيديو كده اهو، زي ما شفتوا بقى نزلت السوق وجيت بقى غيرت هدومي، وادي الخضار اللي جبته. عايزه اقول لكم الخضار غالي جدا، ربنا يرحمنا وان شاء الله الحاجه تنزل وتبقى كويسه. بصوا جبت ليمون، الليمون ده انا هقول لكم الاسعار. دي بطاطس كيلو ونص ب10، جبت كيلو ونص. وده الخيار كنت برضو جايبه كيلو ونص ب10. بصوا بقى انا قلت بقى ايه بالمره كده نفضي ونحط في حافظه التلاجة الحاجات. عايزه اقول لكم الحاجات حافظات التلاجة دي حلوه جدا. انا كنت الاول لما بحط الحاجه من غير كيس او ارصها كده في علبه في التلاجة كانت بتبوظ، بس بامانه الحاجه دي فعلا بتحفظ الحاجه. ايه الميزه؟ مش عارفه، مع انها بلاستيك زي اي طبق، بس انا فعلا لما باجي بحط الحاجات دي في العلب بتاعت حافظة التلاجة دي فعلا بتحفظها مدة اطول شوية. تمام. حطيت الطماطم في واحدة، وحطيت الخيار في واحدة، والتانية ديت دول طبعا اللي جبناهم مع بعض في فيديو وريتهولكم، ما جبتش غيرهم بصراحة. فببتدي كده اوزع فيهم الخضار اللي جبته. ده فلفل اصفر، وجبت فلفل اخضر، وجبت جزر، وجبت بقى طماطم، وجبت ليمون، وجبت بطاطس. دول الخضار اللي جبناه النهاردة. واوريكم بقى المجين دول عجبوني قوي، كبار كده، دول حوالي ربع كيلو، زي المجات اللي هي المجات اللي اسمها ايه، قولوا معايا المجات البيض اللي هي المج العادي، بس دول ازاز بقى. بص شايفين جمالها وحلاوتها. عايزه اقول لكم بقى انا حبيت الملونه ديت اللي محطوط عليها اشكال ومكتوب عليها كوفي. ما رضيتش اجيب الساده ما عجبتنيش قوي، بس في منها الساده وفي منها الكوفي وفي اشكال تانية، كله حلو وجميل. نقي اللي يعجبك. كنت جايباهم الاتنين دول ب30 جنيه، بس عايزه اقول لكم كبار حلوين. بس كده. هنا بقى بصوا حطيتهم بقى في العلب. هنا حطيت حافظة التلاجة. حطيت هنا الطماطم، بصوا دي برضو كيلو ونص ب10. الخيار برضو كيلو ونص ب10. الفلفل الاصفر والاحمر، انا ما بحبش اجيب الاحمر زي الاصفر، بجيب الاصفر على طول. كان ب6 جنيه برضو. وادي المجاطة اهي شكلها على قرب، بصوا مكتوب عليها كلمة كوفي، حلوة قوي، وحوالينها كده قلوب وحاجات كده. بصوا اهي شكلها كيك وحاجات كده مرسومه، شكلها شيك قوي، حلوه قوي، عجبتني جدا. قلت والله لا اجيبها، انا بفرح قوي بحاجات المطبخ يا جماعه. ايه الميزه؟ مش عارفه، بس انا بحب اجدد كتير في مطبخي بحاجات بسيطه وبأقل تكلفه يعني. تمام. دخلت كده على التلاجة زي ما انتوا شايفين، وابتديت ارص الحاجات في التلاجة بالشكل دوت. تمام. عايزه اقول لكم ان انا كنت الاول بغسل الحاجه وبحطها، بس كانت شغلانه، وفي نفس الوقت لما بحط الحاجه بميتها بتبوظ على طول. هي جربت ده وجربت ده، بس لقيت يعني افيد حاجه ان انا احط الحاجه زي ما هي، وبعد كده اطلعها من التلاجة انضفها واغسلها واشتغل بيها، اعمل بيها اكلي. تمام. دخلت كده بقى على الحوض بعد ما غسلت وعملت اللي ورايا، لقيته مسدود. طب اعمل ايه؟ تعملي ايه يا هند؟ تعملي ايه؟ بص حتى احاول اسلك مش عايز يتسلك. رحت طبعا سحبت الميه ديت، وهنا كده حطيت معلقه كربونات الصوديوم. تمام. وهحط عليهم شويه بيكنج باودر،
وكمان عصرة خل. المفروض ان هي هنا بتفور، معرفش ما فارتش ليه. وبعد كده بنزل بشوية مية سخنة مغلية. بصوا نزلت على طول. الوصفة دي خيال يا جماعة. انا كل ما بتزنق والحوض عندي بيتسد وما بيفضاش يتسلك، بعمل الوصفة ديت بينزل على طول. بعد كده ببتدي بقى شوية بريل كده والسلكة بتاعتي، وببتدي ادعكه يمين شمال وبنضفه خالص، وبيبقى بيلمع معايا وزي الفل. اعملي الوصفة دي وجربيها على طول، هتخليهولك زي الفل وهتنضفهولك من جوه. يعني في البتاعة بتاعته، الماسورة بتاعته بتبقى ساعات بتطلع روايح مش كويسة، فالكربوناتو والبيكنج باودر والمية السخنة والحاجات دي بتنضفها وبتعقمها وبتنزل كل حاجة وحشة وبتخلي ريحته حلوة. لو حابة تضيفي ليمون كمان ضيفي، مش هيدي ريحة وهيبقى حلو جدا. ما عندكيش كربونات الصوديوم ممكن تحطي ملح ليمون برضو، كل ده هيبقى خليه زي الفل. بصوا بقى بيلمع معايا. تعالوا بقى نعمله حاجة حلوة جدا وتحفة، وما توقعتش ان هي هتطلع كده. شفتها على النت وعجبتني، بس قلت لازم اجربها اعملها للولاد. بصوا هنا كده جبت الشفشق بتاعي الخلاط، وحطيت بيضتين. ركزوا في المكونات. حطيت 2 بيضة، وحطيت كيس فانيليا، وهحط كمان معلقة خل كبيرة. هنحضر السكر بتاعنا. هو بيتحط له كوباية سكر، بس انا هحط حوالي كوباية الا ربع. انا مبحبش ازود السكر قوي في الحاجة، لان ولادي مبيحبوش الحاجة مسكرة. تمام. حطينا السكر، حطينا الفانيليا، وحطينا الخل، وحطينا البيض. هنحط بقى المفروض كوباية زيت. هحط كوباية زيت او نص كوباية زيت ونص كوباية سمنة، اللي يعجبك. اضربي الخليط ده في الخلاط كده ضربتين 3 زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجيب الكياس دي اللي هي اكياس التانك او فروتشي. الكيس ده ب1.5 جنيه، فيه جميع الأطعمة بتاعته. في مانجا، في فراولة، في يوسفي، في برتقان. انا رحت واخده البرتقان وحطيته. تمام. وضربته ضربتين. عايزه اقول لكم عطى لون اصفر، شايفين اللون اهو انا بكبه. بصوا عطى لون اصفر جامد. يعني عايزه اقول لكم كمان هو مش باين في الفيديو من الاضاءه، مش باين قوي في الفيديو. كده الخليط كده بقى معايا زي الفل. هجيب بقى نص كوبايه نشا. ركزوا كده في المكونات وجربوه، هيعجبكم قوي قوي. اعملوه للولاد يفطروا بيه، يتغدوا بيه، يتعشوا بيه، الوقت اللي هم عايزين ياكلوه فيه ياكلوه. وحلو جدا ومغذي للاطفال. تمام. حطيت نص كوباية نشا، وحطيت معلقة كبيرة بيكنج باودر. هقلب ده كله مع بعض الاول. قلبي كويس واخلطي كويس. لو مش حابة تخلطي بايدك ممكن تخلطي بالمضرب الكهربائي. تمام. هنزل بعد كده ب3 كوبايات دقيق، وحسب نوع الدقيق بتاعك ممكن تزودي او تقللي. يعني ممكن تحتاجي ازيد من 3 او ممكن تقللي، ممكن تحتاجي 2.5 كوبايات. انا حطيت هنا 2.5 كوبايات، وهبتدي كده اعجن بايدي. بعد كده عايزه اقول لكم ان هو احتاج مني كوبايه تاني، يعني خد 3.5 كوبايات. تمام. طبعا كل دقيق وحسب نوع يا جماعه. هوريكي سمك العجينة وهوريكي بتبقى عاملة ازاي، عشان تبقي عارفة وانتي بتعجني ازاي بيبقى شكل العجينة. اعجني كده كويس معاك اهو خطوة بخطوة، وهوريكو انا بلم العجينة ازاي اهو بالطريقة ديت. واعجني كويس لحد ما يديكي. بصوا هنا احتاجت اهو كوباية دقيق، حطيت نصها وقلت لحسن ما يحتاجش تاني. فابتدي بنزل بحبة حبة لحد ما الاقيه سمكه بقى كويس معايا، لا ماسك قوي ولا بيشد. او بصوا يعني العجينه كده بتبقى معاكي ايه زي ايه المفرفره كده، بس مش قوي. تمام. ده سمكها كده وزي الفل. هسيبها كده على جنب ترتاح 10 دقايق، وبعد كده هبتدي اشكلها. هنعملها النهارده بشكل حلو قوي. كمان حضرت المعلقه دي معايا عشان تديني الدورانه، يعني هي العيار بتاعه يبقى قد بعضه. يعني الكوره اللي احنا نعملها دي تبقى قد بعضيها. عايزه اقول لكم ان الكوره دي على قد الليمونه، ليمونه صغيره. طبعا السمك والكبر والصغر ده براحتك انتي. شوفي اللي يعجبك، عايزه تعمليها كبيره عايزه تعمليها صغيره براحتك. هبتدي كده اكورها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهحاول اطولها كده بايدي.
تمام. هنجيب بقى مشط او شوكة، شوفي ايه اللي يعجبك واللي هترتاحي فيه اشتغلي بيه. ده شكل المشط اهو، شايفين شكله حلو قوي. وطبعا غسلت المشط كويس وظبطته اهو، شايفين. وكمان هوريكم بالشوكة ايه كمان. جبت كده صينية ودهنتها سمنة، وهبتدي كده ارص فيها البسكوت بتاعي وانا بعد ما اشكله. تمام. حاولي ان انت لما تيجي تكوريه تحطيه على كيسة وتغطيه عشان العجينة ما تنشفش منك. بصوا بقى بالشوكة، عايزة اقول لكم ان هي طلعت بالشوكة احلى، وكملت باقي الكمية بتاعتي بالشوكة. بصراحة عجبتني بالشوكة احسن بالمشط. بصوا شكلها حلو جدا. شو اللي يعجبك واللي ترتاحي فيه اعملي، ولو حابة تعملي شكل تاني برضو اللي يعجبك. طبعا لسه هو مش هو ده كده بس احنا كده خلصنا، لا استنوا، ده احنا هنعمله حلو قوي كمان. استنوا بعد ما يطلع من الفرن. هنا كده هبتدي بقى انا بقى ايه، هكمل الكمية بتاعتي عشان ما اطولش عليكم. وده شكله. هشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، هياخد معاكي ربع ساعة مش اكتر. طبعا عملت باقي الكمية وحطيتهم في كيسة زي ما انتوا شايفين اهو. وده ايه اللي بعمله، دي شوكولاتة. هاتي اي نوع شوكولاتة بتحبيه وابتدي كده سيحيه. حطيت له شوية زيت، وابتديت كده اسيحه على ميه. انا غليت ميه في الكتل وحطيتها في البوله بتاعتي الكبيره دي، وحطيت البوله اللي حاطه فيها الشوكولاته فيها. فابتديت كده اسيحها على الميه السخنه على البخار بتاعها. تمام. ده باقي الكميه بتاعتي اهو، شايفين. دول بقى طبعا كنت مكوراهم وسايباهم على جنب عبال ما اطلع الصينيه الاولى، فطلعتها وحطيتها كده في طبق على جنب. وهحط باقي الصينيه بتاعتي. عايزه اقول لكم ال3 كوبايات دي دول خدوا مني صينيتين كبار من دول وصينيه صغيره بتوع بيتزا زي ما انتم شايفين. هنا كده الشوكولاته اللي سيحتها، شايفين بقى بالحته اللي هي من ورا اللي ما فيهاش الشرشره، ابتديت كده احط في الشوكولاته واطلعها. بصوا شكله جميل ازاي، عامل كده شبه البيتي فور. يا سلام على جماله، شايفين تحفه. تسلم ايديا وحياة عينيا. وعايزه اقول لكم طعمه زي العسل، عجب الولاد جدا. وجوزي قال لي تسلم ايدك، طعمه حلو جدا وعجبه قوي. شكليه بالشكل ده وسيبيه بقى على جنب. بس انا عايزه اقول لكم ان انا ما عملتش الكميه كلها بالشوكولاته، عملت جزء بالشوكولاته وجزء من غير شوكولاته، عشان اللي من غير شوكولاته ده بدي منه ابني الصغير، والتانيين دول لينا احنا الكبار. شايفين شكله جميل ازاي؟ قولوا لي بقى تسلم ايدك في التعليقات. شايفين الجمال؟ جربوه هيعجبكم قوي. وما توقعتش فعلا انه يطلع بالشكل والحلاوه ديت. شايفين؟ اعملي كمان بالكمية اللي انت عايزاها. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا، واسيبكم في رعاية الله ومع الف سلامة وباي باي.